ايه صوت الصريخ ده؟ لقوا جثة واحد مقتول في الصحراء. ايه ده؟ ومين اللي قتله؟ محدش عارف لسه في ايه ولا ايه اللي حصل. إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. في يوم عيلة من اليهود لما صحيوا من النوم لقوا جثة شخص موجودة عند خيامهم. لما دققوا النظر في ملامح الجثة دي عرفوا إنها جثة شخص يهودي ساكن في عيلة أو قبيلة جنبهم. معارف الشخص المقتول لما عرفوا بمقتله ووجود جثته عند العيلة التانية شكوا إن العيلة التانية هي اللي قتلته، وعشان كده قرروا ياخدوا بطاره فجمعوا الأسلحة وراحوا لهم. العيلة التانية لما لقت إن أهل المقتول رافعين عليهم سلاح قرروا هما كمان يرفعوا سلاحهم علشان يدافعوا بيه عن نفسهم. وفي لحظة ما خلاص هتبدأ الخناقة ظهر صوت لواحد صالح بيزعق لهم وبيقول هتتخانقوا مع بعض وتقتلوا بعض ونبي الله موسى عايش بينا، روحوا للنبي وهو أكيد هيحكم بينكم. وفعلا القبيلتين راحوا لسيدنا موسى، فابن أخي المقتول حكى لسيدنا موسى الحكاية كلها وطلب منه إنه يسأل ربنا من القاتل. فسيدنا موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فاليهود بصوا للنبي باستغراب وقالوا له أنت بتتريق علينا؟ فسيدنا موسى قال لهم لا، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فمشي، وبما إن اليهود أهل جدال رجعوا تاني للنبي وقالوا له اسأل ربك يوضح لنا سنها، يعني عمرها قد إيه؟ فسيدنا موسى قال لهم إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، يعني ولا كبيرة عجوزة ولا صغيرة لسه ما اتجوزتش قبل كده. فمشيوا ورجعوا تاني لسيدنا موسى، ودي كانت تالت مرة، وقالوا له اسأل ربك يوضح لنا شكلها. فسيدنا موسى قال لهم إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، يعني لونها أصفر فاتح وأي حد بيشوف جمالها بيلفت نظر. فمشي برضه، وبعد شوية رجعوا رابع مرة وقالوا له اسأل ربك يوضح لنا أكتر.
البقر اللي بنفس الصفات دي كتير. فسيدنا موسى قال له إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. يعني إيه؟ يعني ما تزلتش في غيط زرع ولا اتربطت في سقية مية قبل كده، وما فيهاش أي عيوب من مرض أو قصور أو أي حاجة، ولونها أصفر صافي خالي من البياض ومن السواد. فقالوا له تمام كده لقيناها. طب اليهود لقوها فين؟ لقوها في بيت طفل يتيم فقير جدا وما عندهوش إلا البقرة دي، وكان عايش مع أمه بعد وفاة أبوه، وأبوه قيل إنه قبل ما يموت خاف على ابنه من بعده، فدعا الله وقال اللهم إني أستودعك هذه البقرة لولدك. فلما لقوها عنده طلبوا منه يشتروها بتمن ضعيف، ولكن أم الولد كانت بترفض، وهم يعلوا السعر وهي ترفض، وفضلوا يعلوا ويعلوا لحد ما عرضوا عليها في الآخر إنهم يشتروها منها مقابل وزنها دهب. يعني لو البقرة دي كانت 100 كيلو فهم هيشتروها ب100 كيلو دهب. فوافقت وبعتها لهم. الذي لا تضيع ودائعه. فلما ذبحوها الله أخبر سيدنا موسى بإنهم ياخدوا عظمة من عظم البقرة المذبوحة ويضربوا بيها جثة اليهودي المقتول. فلما عملوا كده فجأة لقوا الجثة تتحرك، واليهودي رجعت له الروح من تاني، وقال بصوت ضعيف ابن أخي ما قتلني، وشاور عليه ومات تاني. وفعلا ابن أخوه طلع هو اللي قتله لطمعه في إنه يورثه، لأنه كان غبي جدا، وابن أخوه هو وريثه الوحيد. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. وفي الآخر الحق ظهر مهما كان مطموس ومش واضح، وقدرة ربنا تصنع المستحيل. وتعلمنا من القصة إن السؤال فيما لا يفيد لا خير فيه. يعني إيه؟ كلامنا يبقى في سياق الحديث وما يكونش ليه أثر وجاذبية مش هنستفاد منها في حاجة. زي إيه لونها سبب كل حاجة وركزوا إيه لونها. وبكده خلصت حلقة النهاردة. سلام.